مساء الخير على كل حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في خير. كل سنة وانتم طيبين وبخير يا رب، ونعاد علينا رجب وشعبان، واللهم بلغنا رمضان بالخير وبالبركة، اللهم امين يا رب العالمين. كل سنة واخواتنا المسيحيين طيبين وبخير، اللهم امين يا رب العالمين. انا بعمل شاي يا جماعة وبسجل لكم الفيديو. النهارده بقى واضح بقى ان الفيديو هعمل ايه، هعمل محشي تاني. محشي تاني، بس دي كانت بواقي محشي كانت موجودة عندي. كنت أنا يوم ما كنت جايبة الكرنب وجايبة الحاجات دي، كنت جايبة بزيادة يعني وكده. فكان فاضل شوية عندي، كنت شايلهم في الفريزر. فطلعت بقى ايه الورق ده. هيعملوا حلة صغيرة يعني وكده. بس انا عايزه اقولك ان المحشي ده مش ليا انا ولا للولاد، ده لبابا فريده وكده، كان طلبوا مني. فانا قلت له حاضر يعني، لان يعني ما بحبش ان انا اخر الحاجه دي عندي في الفريزر. هو بقى بيحب المحشي قوي يعني، احنا كلنا بنحب المحشي الحمد لله يعني. اكله حلوه، كل المصريين اصلا بيحبوا المحشي، وده يعني اليوم ده بتاع او عموما ايام الشتاء دي بتاعت المحشي. فقلت بقى اطلعهم واعمل بقى حله صغيره كده، واعمل جنبها برضو اكله حلوه برضو كل بيحبها عندي الحمد لله. عملت بسله برضو باللحمه، وعملت ايه، رز بشعريه. الجو عندكم عامل ايه يا جماعه؟ ومعلش اعذروني، انا نسيت طبعا ارحب بالمشتركين معايا. طبعا كل بدايه فيديو لازم طبعا انا اسلم عليكم، لازم ان انا ارحب بكل المشتركين معايا. يا رب كده منوريني دايما كده على طول. وعايزه اقول كلمتين بس كمان لكل بنوته، كل واحده دخلت لي، وكل متابعه دخلت لي، ومشتركه دخلت لي وبتدعي لي دعوه حلوه لك بالمثل. انت سكر وقلبك ابيض. يا رب يا رب كده اللي بتدعي لي دعوه حلوه كده، يعني ايه، يعني ايه لها بالمثل يا رب. طبعا انا مش عايزه اقول طبعا الناس اللي هي البيضه، الناس اللي هي قلبها ابيض، الناس اللي هي قلبها ما فيهوش حقد ولا غل لاي حد. دي بقى سبحان الله بيبقى باين على كلامها، وباين على طريقتها، وباين على لسانها كمان. ربنا طبعا يا رب يبعدنا عن اي حد عنده حقد، وعنده وعنده حاجه وحشه للناس. اللهم امين يا رب. ادعوا الدعوه دي يا جماعه، ادعوها ان ربنا يا رب يبعدنا عنهم. الناس دي يا جماعه وحشه قوي، الناس اللي قلبها غل وحقد دي بتبقى ناس وحشه قوي قوي. بتبقى مفكره ان يعني ايه، ان هي لوحدها يعني هي اللي كويسه، هي لوحدها اللي هي اللي تبقى مش ربنا يبعدنا عنهم وخلاص. انا مش عايزه اجيب في سيرتهم لان انا ما بحبهمش. الحمد لله انا ما بحب اتعامل مع حد، بحب اتعامل معاه بكل نيه صافيه، بكل حب، بكل ود. لكن يعني ربنا يبعدنا يا رب عن الناس الوحشه اللي قلبها وحش وقلبها فيه سواد. السواد ده بيبقى طالع على لسانهم، مش على وشهم بس، لا، على لسانهم. ربنا يا رب يكفينا شرهم، ربنا يا رب يبعدنا عنهم، اللهم امين يا رب العالمين. ويا رب كده يحسن ما بين ايديكم كلكم يا رب. ومش عايزه بقى ان انا يعني اتكلم كتير بقى عن الناس الوحشه دي، اعوذ بالله منهم، ربنا يا رب يبعدنا عنهم يا رب. عايزين بقى نتكلم للناس الجميله، الناس الحلوه، الناس اللي قلبها ابيض، الناس اللي بتدخل تدعي دعوه حلوه، الناس اللي بتحب الخير لبعض، الناس اللي هم ولاد ناس، الناس اللي هم ايه، ولاد ناس اللي شبهنا. يعني خلينا شبه بعض كده، خلينا احنا ايه، ولاد ناس شبه بعض كده. ربنا يا رب يديمنا في حياة بعض نعمة، اللهم امين يا رب العالمين. ويلا بقى عشان نعمل المحشي بقى يا جماعة بقى. ده محشي يعني مش اي يوم، ده محشي بقى كرنب، ومحشي بقى بتنجان بقى وفلفل وكده يعني. الف هنا وشفا طبعا يا رب. وعايزه اقول لكم بقى اليومين دول ساقعه قوي قوي قوي. معرفش يعني هو كان اليومين كانوا حلوين، كان يومين دفى بقى وكده. بس انا عن نفسي انا بحب الايام اللي مش الساقعه بقى، انا بحب الشتاء، لكن الساقعه والبرد دول خلي بالك في فرق ما بين الشتاء وما بين الساقعه. ازاي بقى؟ هقول لك. الدنيا ما بتكون ساقعه ما بيبقاش في شتاء، مجرد ما الدنيا ما بتشتي الدنيا بتدفي. مين بقى معايا في المتفق معايا في الكلام ده؟ كان ماما الله يرحمها كانت دايما تقول كده، لما الدنيا بتشتي بتدفي، لكن طول ما هي ساقعه تحسي ايه، ان الجو ناشف كده، الجو برد كده. لكن لما بتشتي الدنيا بتدفي، بيبقى الجو جميل والجو بيبقى حلو. بحب انا انزل بقى في الوقت ده، في الجو بقى اللي هو ايه، بيبقى فيه شتاء بقى وواحد يلبس بقى تقيل، ويلبس بقى الحاجات الجديده اللي احنا جايبينها ومش عارف كده يعني. اظبط بقى عن ايه، نظبط على نفسنا بقى.
عايزه اقول لكم والله انا بعد ما اتغديت الحمد لله يعني، انا والولاد وباباهم وكده، نزلنا بقى، خدنا خرجنا واتفسحنا. مش يعني يا جماعه، مش بنحتفل بالسنه الجديده طبعا، هم اخواتنا المسيحيين على راسي من فوق طبعا، ليهم كل الحق ان هم بيحتفلوا زي ما احنا بنحتفل. بس انا خرجت النهارده، يعني ايه، كنت عايزه اشتري شويه حاجات وكده ليا يعني. فنزلت بقى، وكان بابا الولاد يعني كده كان عايز برضه يجيب شويه حاجات للولاد. فنزلنا بقى اتفسحنا وقعدنا بقى في كافيه قريب مننا طبعا، وشربنا بقى قهوة وشربنا نسكافيه، وقعدنا بقى، قعدنا يجي ساعتين مش عايزين نقوم. يعني هو قعد مش عايز يقوم، وانا قعدت بصراحة مش عايزة اقوم خالص بصراحة يعني. جو البيت بقى وما صدقت ان انا انزل بقالي فتره، ان انا يعني ما بنزلش يعني اخرج اتفسح، يعني بنزل اشتري طلبات، انزل مثلا اروح مشوار. لكن ان انا انزل اتفسح او اقعد في كافيه او اشرب حاجه او كده، بقالي فتره كبيره قوي ما روحتش او ما عملتش كده. فلقيته بقى النهارده بقى قال لي لا يلا نخلص الغدا بسرعه وننزل ونلبس وننزل بقى نقعد في اي مكان يعني وكده. يعني انتوا برضو عارفين لو تقعدوا برضو كل فترة كده تنزلوا تقعدوا في مكان، برضو يبقى تغيير برضو جو، ونفسيتك هتتغير بقى عن البيت وعن الروتين بقى كل يوم، الاكل والشرب والطبيخ والتنظيف والغسيل. الواحد بيزهق بقى، يعني بيبقى يوم ممل بصراحة. ايام بقى بتبقى شبه بعض. مش عشان مثلا احنا في الشتاء بقى، او انا عن نفسي مش عشان انا في الشتاء بكتف نفسي بقى وبتلكفت وبقعد والكلام ده، لا ما عنديش انا الكلام ده خالص، انا ما بحبش الطريقه دي خالص اصلا. انا بحب ان انا ايه، بحب ان انا طبعا اخرج مع جوزي وولادي وكل حاجه واخواتي طبعا. إيه بس يبقى المتاحين مين قدامك؟ هو جوزك وولادك، ربنا طبعا يا رب يدومهم في حياتنا نعمه يا رب. وبننزل بقى بنتفسح بنخرج، بتغيري بقى جو، بتشوفي بقى ايه اجواء جديده، بتشوفي حاجات تانية جديده. مش ضروري تشتري على فكره. لو مثلا هتنزلي تتفرجي مش ضروري تشتري، يعني مش كل شويه احنا هنشتري، لا يعني انزلي اتفرجي، انزلي اتمشي شويه. هصب الشاي وارجع لكم. عايزه اقول لكم دماغي مصدعه جدا، مجرد ما طلعت من فوق مش عارفه ايه الصداع ده. من ساعة ما طلعت من تحت من فوق، من ساعة ما طلعت من تحت وانا دماغي مصدعة، مع اني شاربة نسكافيه وشاربة قهوة وشاربة شاي ومش عارفة في ايه. طلعت برضو والله، يعني انا بعمل معاكم الشاي اهو، والله بقى عملت كوباية شاي ليا والجوزي وكده. فهو خد كوبايته بقى وطلع بره، قلت له سيبني انا بقى عشان بكمل انا بقية الفيديو. فقلت بقى ان انا اشرب الشاي معاكم وانا بسجل لكم الفيديو. قولوا بقى مين زيي بقى كده بيحب الاجواء دي، وبيحب بقى ان هو ينزل في البرد وفي الشتاء ده. ايام جميله والله وايام حلوه. والشتاء ده خير على فكره، الشتاء ده حلو حلو قوي. بيبقى فيه بقى طقوس خاصه بقى كده، المطر بقى بينزل والشتاء بقى بينزل، تنزلي بقى تتفسحي. انا دايما كنت بعمل كده، احب بقى ان انا حتى ابص من الشباك، مش ضروري ان انا انزل والله، يعني ساعه ممكن في وسط النهار الدنيا ما بتشتي، افتح الشباك كده واقعد اتفرج على الشتاء وهو نازل. وطبعا ما ننساش بقى الدعاء، لازم تدعي بقى، ادعي اي حاجه بقى، انت ادعي بقى لبيتك، لجوزك، لاولادك، لنفسك. كده يعني ادعي لاي حد عزيز وغالي عليكي. انت فاهمه ازاي؟ طبعا الدعوه بتترد لك على طول يعني والله. عايزه بس اقول كلمتين، بس ان انت خلي قلبك ابيض. طول ما انت قلبك ابيض ربنا طبعا بصي هيرزقك بالناس اللي هم قلبهم ابيض والله بجد. يعني انا بتعامل مع الناس بالفطره بجد والله، انا عن نفسي بتعامل مع الناس بالفطره. بحبش الف ودوران، ما بحبش ان انا ابقى في قلبي حاجه وعلى لساني حاجه. ما بحبش ان انا يبقى جوايا حاجه واتكلم في حاجه تانية، او اكلمك بطريقه تانية. أنا لا خالص يعني. يعني انا والله من ساعه ما فتحت القناه ديت، ما فيش حد فيكم دخل لي وقال لي كلمه زعلتني ابدا. بالعكس والله، الكل بيدخل يدعي لي، والكل بيدخل يعني بيقول لي كلمه حلوه. ببقى مبسوطه قوي، ببقى فرحانه قوي، مع انكم انتم ما تعرفونيش وانا ما اعرفكوش، بس سبحان الله يعني. هي بقى المحبه من عند ربنا. بجد المحبه فعلا دي بتاعت ربنا. ناس كتير قوي بتخش لي بتقول احنا بنحبك يعني ايه في الله، وطبعا ولك بالمثل طبعا.
والله كومنتات كتيرة قوي ما شاء الله جات لي من يعني من بره مصر ومن مصر فعلا. احنا بنحبك في الله. وعلى الفيسبوك برضو خلي بالكوا برضو بيجيني برضو ناس وكده متابعيني بيقولوا لي برضو نفس الكلام ده. سبحانك يا رب. الحمد لله يعني امي دعيالي الحمد لله. كان في دايما دعوه. كانت ماما الله يرحمها كانت دايما تقول لنا ايه: ربنا يحبب فيك خلقه. ربنا يحبب فيك خلقه. البني ادم اللي لسانه حلو وقلبه ابيض سبحانك يا رب بيبان على صوته، بيبان على وشه. طبعا انتوا ما شفتونيش، بس ان شاء الله باذن الله هظهر معاكم باذن الله، بس مش دلوقتي شويه كده باذن الله. وتشوفوني بقى ونتعرف بقى على بعض، وتشوفوا بقى الانسانه اللي كانت واقفه ورا الكاميرا وبتكلمكم آه، كويسة ولا مش كويسة، قلبها أبيض ولا مش قلبها أبيض. و... ومش عايزة بقى أطول عليكم أكتر من كده، هو الفيديو طول مني أصلا. طبعا بقى أنا خلاص كنت جهزت الأكل وهنتغدى بقى، واشوفكم على خير. ومش عايزه والله ان انا اقفل معاكم، بالعكس والله انا عايزه بس ان انا كنت عايزه ان انا اطول معاكم اكتر من كده، بس مش لاقيه كلام ان انا اقوله. وكل الكلام اللي انا هقوله كل سنه وانتم طيبين، ويا رب كده ينعاد الايام الجميله الحلوه علينا كلنا. رجب وشعبان ورمضان اللي هم بلغنا رمضان يا رب، لا فاقدين ولا مفقودين، اللهم امين يا رب العالمين. واللهم احسن ما بين ايدينا، ورب اللهم احسن ما بين ايديكم، اللهم امين يا رب العالمين. ويا رب يا رب يا رب بحق الايام الجميله ديت الايام الحلوه اللي في نفسه حاجه ربنا يحققها له، ويبعدنا عن اي حد وحش، ويبعد الناس الوحشه عننا يا رب، اللهم امين يا رب. الناس اللي قلبها كله سواد ربنا يبعدنا عنهم يا رب، وربنا يجعلنا يا رب دايما من اهل الخير يا رب يا رب يا رب، ويجعل الخير لينا. ويا رب يا رب وليكم يا رب، اللهم امين يا رب العالمين. اشوفكم على خير في فيديو جديد. وعايزه اقول لكم باي باي، والله مش عايزه اقفل معاكم. بس لحد هنا بقى الفيديو بقى خلاص، كان يعني بالظبط فاضل له دقيقه كده ويخلص. واشوفكم بقى على خير فيديو جديد، واقول لكم باي باي.